الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تواصلا مع معاني القرآن الكريم المصورة. قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. طبعا هنا كلمة فرجالا الغالب الذي يتبادر إلى ذهن البعض وأن كلمة رجالا الرجال الرجل الذكر، فالرجل هنا مفرد راجل وهم المشاة على الأقدام، فكل كلمة رجال في القرآن تعني الرجل عكس الأنثى إلا في آيتين فتعني المشاة على الأرجل. والآية الأولى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إذا خفتم من عدو فصلوا صلاة الخوف ماشين أو راكبين. ثم قال الله عز وجل في الآية الأخرى التي بمعنى المشاة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ما معنى يأتوك رجالا؟ هنا أي نادي الله عز وجل يخاطب إبراهيم عليه السلام: نادي في الناس بالحج فسيسمعون صوتك فسيأتون منهم مشاة على أرجلهم، يعني يمشون ماذا؟ على أرجلهم. وعلى كل ضامر وهي الإبل وكذا التي خلال الطريق تأتي من بلده إلى مكة لأداء الحج.